ان انت تكون عارف انت بتشتغل ازاي وتكون واقف فين من شغلك، دي حاجة محترمة جدا. تعال اقول لك ليه بقول كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في برنامج الكورة مع بيبو. تعال اقول لك اخبار الزمالك اللي ماشي على خطى ثابتة. تعال اكلمك كمان عن بعض الاخبار المتداولة بعد فشل اتفاق تيدي اوكو اللي قال لك احنا مش لاقيين اصلا مقاسه عندنا في الزمالك. تيدي اوكو اللي ما لقاش مقاسه في الزمالك لقى مقاسه في الرياض السعودي. تيدي اوكو اللي الاقاويل بتتقال كتير عنه انه بسبب الكشف الطبي وتاريخ اصاباته، الكلام كتير ومتداول في الموضوع ده. تعالى نمسك حته حته. هنتكلم اول حاجه على وكيل اللاعبين اسمه بلال نظير. بلال نظير ده وكيل لاعبين. جون ادوارد مسك مدير رياضي قال له تعالى يا عم بلال، انت بيرفكت وانت اللي سمعتك حلوه كوكيل لاعبين. قال لك احنا عايزين نعمل مشروع الزمالك. ايه هو يا عم مشروع الزمالك؟ عايزين نجيب لعيبه على قد ما نقدر، ما ندفعش كتير لان الموارد الماديه في الزمالك مش احسن حاجه. فهنعمل ايه؟ تعالى ظبط لنا كام صفقه كده على قد الايد، تكون مرحله قبل المنافسه، قبل صفقات المنافسه على البطولات. ده بالنسبه للزمالك. فالراجل رايح جايب مين؟ بدا بيانيك فيريرا. لو عرفت يعني مرتبه كام هتستغرب، 23,000 دولار في الشهر. وده مرتب قليل جدا وزهيد جدا لمدرب اجنبي ماسك فريق من فرق القمه، اهلي او زمالك او بيراميدز. طب كمان التعاقد قد ايه؟ يا نهار ابيض، التعاقد سنه واحده. دي حاجه محترمه قوي من جون ادوارد. ليه يا عم؟ هقول لك ليه. قال لك انا هجيب المدرب لو نجح معايا في السنه هنضرب ال 23,000 دولار دول في 10. ما هنا هو قال لك ايه؟ انا مش بغسل وضوء من جنه، بس انا عايز اعرف انت هتعمل ايه في السنه دي، على اساس هجدد لك او ما جددلكش. مش مدرب لبسته ما عجبنيش اجي امشيه فيتقال لك انا عايز يطالب بقيمه عقده كامل، او لو في شرط جزائي شهرين ثلاثه يلاقي الزمالك بيدفع ويفضل مديون ويفضل في الدوامه دي مدى الحياه. فجون ادوارد لما وكل بلال نظير عرف يظبط القصه دي كويس قوي، لانه هو ريسك. انا جايب مدرب يا ينجح يا ما ينجحش. طب اعمل ايه؟ هديه 23,000 دولار وهكمل وهمضي معاه سنه. كمل السنه والدنيا بيرفكت وخد بطولات والدنيا تمام، هجدد له. والراجل لما هياخد بطولات وهيحس بقيمته هو اللي هيطالب ويبتدي التفاوض من جديد. واعتقد انه حتى في التفاوض مش هيخسر المدرب، مش هيخسر الزمالك علشان يكمل المشروع اللي اتعمل على اساسه يانيك فيريرا. حاجه محترمه من جون ادوارد. اكمل لك كمان عبد الحميد معالي اللي خلاص موجود في الزمالك قاب قوسين او ادنى. هو ودع اتحاد طنجه وودع زمايله وخلاص والراجل موجود. وبلال نظير بيقول لك انا اتوقع اللاعب ده خلال سنتين يكون في اوروبا. قال لك وليه ما يفضلش في الزمالك؟ قال لك كل لاعب وليه قيمه سوقيه. الوكلاء، وهي دي يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي الفرق بتعمل صفقات مفاجاه. انت بالنسبه لك كمتفرج وكجمهور بتحس انها صفقات مفاجاه، ازاي اللاعب ده يروح هنا؟ فانت بتيجي تقول ايه؟ الوكلاء بيفكروا بالشكل ده، يقول لك لا، كل لاعب مهما كانت مهارته الفنيه وقيمته الفنيه، لا هو ليه قيمه سوقيه. مجرد ما تتفاوض مع نادي وتزغلل عينيه بمرتب محترم، اللاعب بيكون في الفريق وحضرتك تفكر ان الصفقه مفاجاه ان اللاعب ده يكون في الفريق ده. دي برضو حاجه محترمه، وده العقليه والمنتاليتي بتاعت الوكلاء. اكلمك كمان على شيكو بنزا، جابه ب 200,000 دولار. كلام فاضي. شيكو بنزا اللي جاي بالمبلغ ده الزمالك معهوش سيوله، بس زي ما قلت لك جون ادوارد مدير رياضي زائد وكيل لاعبين اللي هو بلال نظير. كان ادم كايد وكمان احمد ربيع وكمان قبل كده المهدي سليمان. ادم كايد اللي كان لعيب ناشئ وتدرج في الفرق المختلفه بالاعمار المختلفه وكان شكله حلو في الملعب. قال لك دي مرحله انتقاليه، لما نعدي الكلام ده ونسوق لعيبه ذو مهاره او ذو قيمه فنيه اقدر اعمل ريبليس مكانه وابيع واكسب فيه واجيب لعيب كواليتي اعلى يكون جاهز ومتوافق مع قيمه الزمالك او قيمه نادي من انديه القمه في مصر. طبعا قدر يسوق كمان عبد الله سيد نيمار للبنك الاهلي اللي كانت بلغت قيمته 35 مليون دولار. 35 مليون دولار ايه؟ انا جايب كريستيانو ولا جاي؟ ما علينا. 35 مليون جنيه مصري
وطبعا جون ادوارد لما جه اتسال الراجل قال لك كان اول اختبار لجون ادوارد كان احمد فتوح بعد اللي حصل وموضوع الحفله وراغب علامه وعمي تعبان وخالتي تولد والكلام ده. جه قال لك ده كان اختبار لجون ادوارد عشان النظام والمنظومه اللي عملها كان لازم ياخد قرار مع احمد فتوح. عمل ايه؟ حول له التحقيق وخصم من عقده مليون جنيه، ودي حاجه محترمه. طبعا الزمالك بيقول لك لا احنا مش هنذبح اللعيب، ما هو اللعيب مش هيذبحه، ماشي. ولو المليون لو انت في لائحه بتقدر تجازي بيها اللعيبه وتحاسب بيها كل لاعب، لا لو شايف ان الخطا ضخم، لا المليون يبقوا 2 مليون عادي جدا. ليه؟ لان في انت قدام حدث وما كانش اول مره. ما انت النهارده لما بتيجي في شغل مثلا بيقول لك اول ديدكشن، اول خصم مثلا يوم، بعد كده 3 ايام، بعد كده. فانت دلوقتي الراجل ده مش اول مره يغلط، واخطائه دايما مستقبله على المحك بالاخطاء دي، مش مجرد اخطاء عاديه، ده اخطاء كبيره. طبعا محمد صبحي بعد المهدي سليمان ما دخل الزمالك، محمد صبحي من بدري عايز بيراميدز. بيراميدز بتفاوض محمود جاد من المصري، ومحمود جاد عايز بيراميدز. الراجل بيتكلم في 60 مليون جنيه انتقال اللاعب من بيراميدز او من المصري لبيراميدز. طبعا ده غير الراتب بتاعه ممكن قد يصل ل 80 و90 وممكن 100. انت بتشوف دلوقتي ارقام فلكيه في بيراميدز. اكتر نادي او اكبر نادي بيدي مرتبات للعيبه، مفيش نادي بيدي مرتبات للعيبه زي بيراميدز. فمحمود جاد خلاص شبه بيخلص مع بيراميدز. محمد صبحي كان بيراميدز شايف محمد صبحي وكان عايز محمد صبحي، ولكن تمسك اداره الزمالك بمحمد صبحي خلت بيراميدز تصرف النظر ولو بشكل مؤقت عن محمد صبحي، وبدات تفاوض محمود جاد. اللاعب عايز يمشي، قال لك لا انا ما بلعبش اساسي، ومحمد عواد رجع من الاصابه فهيركب، هيبقى الحارس الاول وانا مش هيكون ليا نصيب في المشاركه، فالراجل عايز يشارك. فمن هنا مهدي سليمان، الزمالك جاب المهدي سليمان وقال لك بس عشان ما ابقاش تحت رحمه اللعيبه انا مامن نفسي، والله عندي 3 حراس، عندي حارسين، انا مامن نفسي. وده قرار صح جدا، بالاخص ان انت جايب المهدي سليمان مش مبلغ كبير، جايبه ب 11 مليون. بلال نصير اتسال عن عبد الله سعيد وجدد سنتين ومش سنتين، قال لك الراجل شبه يجدد على بياض. هو الراجل طبعا ما فيش حد على بياض، والكلام ده هو كلام كلام بيتقال كليشيه، ولكن قال لك الراجل يعني عجبه مشروع نادي الزمالك، وقال له احنا بنعمل كذا وبنجيب لعيبه كذا وانت مش بتلعب لوحدك وانت وانت وانت. فالراجل اقتنع وجدد موسمين، بالاخص ان خلاص عبد الله السعيد عنده 40 سنه ومفيش فريق ممكن يديله المرتب اللي بيديله الزمالك، عشان نكون واضحين وعلى نور. اللي يقول لك يبوس التيشيرت ويبوس الشعار وانا ابن الاهلي وابن 100 عقبه مفيش الكلام ده يا باشا، كلها فلوس تدوس وتكمل، غير كده بلح.